بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في يوم 12/2/2025 الخميس نشر ما يأتي. كشف مصدر نيابي يوم الأربعاء أن قانون العفو العام يشمل جميع المعتقلين الذين تنطبق عليهم فقرات القانون من حيث تصنيف محكومياتهم والجرائم المنسوبة إليهم، من بينهم معتقلو التيار الصدري ممن ليس لديه قيد جنائي. وقال المصدر بأن المعنيين القائمين على مراجعة ملفات المحكومين إلى جانب متابعة عمليات الإفراج بدأوا مهامهم لتسريع إطلاق سراح المشمولين، مؤكدا أن قانون العفو العام سيشمل جميع المحكومين في عموم البلاد دون أي استثناء. وكان زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر قد دعا في وقت سابق من العام الماضي في تدوين له على حسابه بمنصة أكس للإفراج عن سجناء التيار الصدري، واصفا بعضهم بالمقاومين. يذكر أن التيار الصدري وبعد نحو عام من سقوط النظام السابق في 9 نيسان اختار حمل السلاح لمواجهة القوات الأمريكية، وجرت معارك طاحنة بين الطرفين على فترات متقطعة. شكرا.